النهارده معانا الكلمات الهامة والايديوماتكس المهمة اللي هتجيلنا في الامتحان. يلا نشوف مع بعض أول ايديوم. أول ايديوم معانا اللي هو wait with bated breath، ومعناه هنا يعني انتظر بفارغ الصبر، يعني انتظر بفارغ الصبر. wait with bated، هو لما يجيب لك في الامتحان هيجيب لك الحته الناقصه دي اللي مثلا كلمه bated، او يجيب لك مثلا ناقصه كلمه breath، يبقى احنا عارفين waited with bated breath يعني منتظر بفارغ الصبر بشغف. under the weather، وده يعني طقس، بس لو جبنا under the weather هنا ده اسمه idiomatic phrases، يعني تعبيرات اصطلاحيه لا تترجم حرفيا، ودي معناها ان حضرتك مرهق وتعبان، يبقى مرهق وتعبان اسمها under the weather. under the weather. اللي بعدها water under the bridge، يعني ايه water under the bridge؟ هنكتب هنا برضه المعاني، يعني هنا نكتب برضه هنا معناها waited، الحته بتاعت wait بنستنى. هنا معناها ان حضرتك tired تعبان، او ممكن اقول كمان exhausted تعبان. under water under the bridge دي معناها يعني حاجه عدت عليك واصبحت في طي النسيان، شيء حصل واصبح خلاص في الماضي واتنسى، شيء واتنسى، او في طي النسيان، يعني معناها في طي النسيان. water under the bridge يعني بعدها something in the past، خلاص in the past. كمان you forget انت نسيته. it's raining cats and dogs، مش معناها ان هي بتشتي قطط وكلاب، دي معناها ان تشتي غزيرا، يعني بتمطر جامد، تمطر غزيرا او بتمطر كثيرا، بتمطر او تشتي جامد. it rains cats and dogs. it rains cats، يبقى لو شفت rain مع كات ودوجز لا دي معناها بتشتي جامد. it costs me cat and dogs، مش دي كات ودوجز بتاعت الرين، قال لك بس لو جت مع التكلفه يبقى معناها غاليه جدا، كلفتني كتير، كاني بقول لك expensive، يعني بتساوي كلمه expensive. think out of the box، يعني بنفكر بره الصندوق، بنجيب حاجات come up with things we don't know، يعني مثلا هنا think out the box يعني حضرتك انت بتعمل come up with solution، بتجيب حلول، بتجيب مثلا ideas، افكار، اي حاجه من دي، يبقى بنفكر بره الصندوق think out the box. اللي بعدها break the ice. break بقى معناها يكسر حاجز الصمت، يعني ايه؟ لسه كتير مش عارفين يتكلموا مع بعض ازاي، اخش اقوم انا بقى ايه اكسر حاجز الصمت ده. ازاي اكسر حاجز الصمت؟ والله لو مؤاخذه معاهم افتح نكته اقول كلمه، اعمل بريك ذا ايس، افك الجو. هيد، لو كنا نشوف هيد معانا كام واحده، عندنا هيد رود معناها يبدا يطلع على الطريق يسوق، يبدا ينتقل يغادر، يعني بتساوي كلمه خدناها اسمها سيت اوف، يغادر، يعني يغادر ليف. هيد رود يعني هيبدا على الطريق يغادر. هيد بوكس دي اللي عندك في المنهج كمان قوي ركز عليها. هيد بوكس يعني معناها ان شخص نيرد، يعني انت شخص بتذاكر. هيد بوكس معناها يعني ستادي، يعني تذاكر، يبقى ستادي نيرد عيل دحيح، يبقى اسمها هيد بوكس، هروح اذاكر. هيد بوكس يعني ذاكر. هيد او هيد ساك. هيد ساك يعني معناها جو تو سليب، هروح انام، هروح اخمن، سليب، يبقى سليب معناها هيد او هيد ساك. ستادي هيد بوكس. depart او set off معناها هيد رود، يعني خلي بالكم من الهيد دي، كل واحده ليها حاجه ومعنى بيفرق. break the ice يعني معناها مش هكسر سوري، عندنا هنا خدنا بريك ذا ايس، كان معناها خدنا بريك ذا ايس معناها ايه؟ معناها تكسر حاجز الصمت، يعني فك الجو. هنا بريك ذا ليج، لو قال لك بريك جماعه ليج يعني معناها زي كده جود لك، حظ سعيد، يبقى لما نتمنى لحد حظ سعيد نقول له بريك ذا ليج. سبيل ذا بينز، ودي معناها يكشف السر، يكشف السر، قول اللي مخبيه، قول اللي انت مخبيه، كأني بقول كده reveal the secret، قول السر، اكشف السر، قول اللي مخبيه. spill the beans. jump out of my skin، او jump out the hair skin of
our skin. دي معناها ان انت حضرتك كنت scared يعني كنت خايف. يبقى اتفزعت اسمها jump out my skin يعني فزعت اتخضيت جلدي عمل اطرح الخضه. اللي هو بامبوس اللي هو زي جلد الوز كده ممكن يتخض جسمك اشعر من كتر الخضه فانت كنت scared يعني jump out of my skin. dot the eyes and cross the teeth دي معناها حط النقط على الحروف كاني بقول لك بالظبط حط regulations يعني حط اللام بتاعك يعني اعمل كده كاني بقول لك كده draw laws يعني ارسم القوانين بتاعتك كيف حط قوانينك حط النقط على الحروف. يبقى dot eyes and cross the teeth يعني معناها حط الايه؟ حط النقاط على الحروف. He can't put his finger هو لا يدري. يبقى كلمة he can't put his finger يعني معناها he don't know مش عارف لا عارف ولا فاهم. يبقى he can't put his finger مش معناها مش قادر يحط صباعه لا هو مش قادر يحط صباعه على مش قادر يحط ايديه على الموضوع مش عارف مش فاهم. little knowing خلي بالكم ان كل عليها ستارز دول يا جماعه مهمه جدا جدا في الامتحانات الاسترشاديه. little knowing ده معناها لا يدري ما يعرفش. little knowing في ING ده little knowing ده لا يدري لا يعرف. he come under fire ده معناته ان هو كان تحت الانتقادات الكثيره جدا تحت الانتقادات الكثيره يعني كان criticized كان بيتم انتقاده. it worth effort خلي بالكم دي برضه مهمه. it worth effort يعني تستحق المجهود معناها تستحق المجهود بتاعها تستحق. it worth the effort يعني تستحق the effort اللي هي المجهود. once when the blue moon يعني معناها مرة فين وفين يعني كل فين نادرا نادرا برضه مهمة نادرا يعني بيساوي كلمة rarely. out أو out of the blue يعني معناها suddenly أو مثلا in a sudden يعني فجأة أو suddenly. يبقى لما حاجة تحصل كده فجأة اسمها out of the blue. خلي بالكوا الفرق بين out of the blue و once on the blue moon. the blue moon يعني معناها مرة فين وفين يعني كل فين نادرا نادرا برضه مهمة نادرا يعني بيساوي كلمة rarely. out ده أو out of the blue يعني معناها suddenly أو مثلا in a sudden يعني فجأة أو suddenly. يبقى لما حاجة تحصل كده فجأة اسمها out of the blue. خلي بالكوا الفرق بين out of the blue و once on the blue moon. هو مش أمر أزرق هو معناه نادرا فين وفين لما كانت بتحصل. في فرق بين دي ومن دي. ممكن تعمل حاجة اسمها feel the blue يعني معناه إن أنت حزين أو خليني أوضح تاني حتة الفرق ده. خلي بالك الفرق خلي بالك من once on the blue moon مرة على القمر الأزرق شايف ما كده دي معناها إن ده rarely نادرا تحصل كل فين وفين. أما out the blue يعني بره الأزرق لا هي معناها فجأة حصلت in a sudden يعني حصلت فجأة من غير متوقع وحصل فجأة بشكل غير متوقع فجأة. out the blue a piece of cake bite the bullet يعني واحدة عاوز يخش مش عاوز يخش العمليات ولكن هيخش وخلاص. في الحالة دي بقول ايه خلاص he will bite the bullet يعني هيرضى وهيتشجع اخذ الخطوة وهيتشجع وهيعملها رغم ان هي صعبة. يبقى لما تكون بشيء رغم صعوبته اسمها bite the bullet يعني يقوم بفعل شيء رغم صعوبته اسمها bite the bullet لان البولت معناها رصاصة bite يعني يعض لا هي معناها يقوم بشيء صعب رغم هعملها وخلاص هعملها رغم صعوبتها هعملها وان شاء الله تعدي. bite the bullet. get cold feet يعني ايه get يعني يجيب رجلين باردة لا دي معناها ان هو برضو خايف ممكن تقول عليها afraid ممكن نقول عليها خايف يعني frightening
frightened ممكن نقول عليها scared خايف. لما يكون واحد بيكون خايف يعني هو مثلا هيتقدم على الجواز يعني take the plunge to get married but really he feels that he cold feet. حاسس ان هو ايه في الاول خطوه دي هو خايف مرعوب برضه عنده رهبه يعني get cold feet. My heart was set on it. شايفين عليها علامه يبقى مهمه. My heart was set on it يعني انا كان قلبي مايل لها قلبي كان عازم عليها. لما قلبك يعزم او انت عازم على الشيء ده يبقى اسمها my heart was set on it. انا كنت عازم على كده هعمل الحاجه دي. He has أو she has a heart of stone يعني عندها قلب من حجر قلبها قاسي يبقى دي بتساوي something يعني someone is cruel واحد cruel has a heart of stone. Has a change of heart يعني ايه change of heart؟ يعني عنده تغيير في قلبه؟ لا دي معناها ان هو غير رأيه عليها علامة غير الرأي. يبقى الواحد لما يغير رأيه يقول ايه I have had a change of heart يعني غيرت رأيي. has a gold heart عنده قلب طيب kind heart قلبه طيب هو kind قلبه ملاك. he has أو his heart قلبه sank يعني هنا قلبه حزين يعني هو ساد. شخص لما يكون حزين قلبي اتملى بالحزن يبقى heart sank أو think يعني كده لو غرق بس دي الماضي بتاعها sank. فإذا his heart sank يعني قلبه اتملى بالحزن من كتر ما هو ساد حزين. has a broken heart يعني قلبه مكسور يعني جرح يعني hurt الجرح emotional يعني. pay with his life يعني دفع ثمن حياته يعني sacrifice with his life عشان حاجة معينة. pay with his life دفع حياته دي هنعمل عليها برضو علامة لأن هي من الحاجات المهمة. give you my word اديتك كلمتي يعني معناها promise وعدتك يبقى اديتك كلمتي معناها وعدتك اسمها give you my word. give you my word. اللي بعدها has a place in my heart ليه مكان في قلبي. ايوه اخر مكان في قلبي يعني بعزك I appreciate you I love you. get his breath back الحته دي مهمه عليها علامه يعني معناها يلتقط انفاسه. انا بجري بعد كده I got my breath back اخدت نفسي بعد كده قلت اللي كنت عايزه اقوله. يبقى يلتقط انفاسه اسمها got his breath back التقطت نفسي خدت نفسي. a picture is worth صورة تستحق 100 word الكلام أحسن يعني الأفعال أحسن من 100,000 كلمة برضو دي من الحاجات المهمة. let's take our mind off دي مهمة لنا. يعني ايه take our أو his أو my mind off؟ هفضي دماغي بقى هفضيها من أي حاجة أريح واستريح وفضي دماغك. فضي دماغك واستريح اسمها take your mind off take our mind off يعني ريح دماغك. give or take ودي معناها تقريبا بتاع give or take. make his fortune يعني يعمل ثروة يجني ثروة. worse was to come الأسوأ قادم ده لسه الأسوأ جاي. worse was to come it wouldn't to be miss أنا عاملة عليها علامة برضه الحاجات دي كلها عاملة عليها علامة. it wouldn't to be miss يعني حاجة لا ينبغي أن حاجة ما تفوتكش لا ينبغي أن تفوتك. يبقى كلمة لا ينبغي أن تفوتك اسمها it wouldn't to be missed. اللي بعدها برضو عليها علامة الحاجات المهمة
come back to hunt يعني حاجة بتطاردني، حاجة بتمشي ورايا، يعني مش بتمشي ورايا في المعنى يعني بتيجي دايما في دماغي، زي مثلا الحلم بتاعي، حلمي بيطاردني، يبقى احط هنا my ايه قبل come back to hunt my dream، يبقى my dream حلمي came back أو comes back to my hunt، يعني حلمي ماشي ورايا بيطاردني، حلمي بيطاردني، يبقى تعود لتطارده معناها come back to hunt، come back to hunt. خلاص؟ date back to لا، في فرق بقى هنا، خدته come back to، لا دي date back to يعني معناها يعود تاريخه إلى، يعود تاريخه إلى. لما أقول لك الترابيزة دي ولا السبورة دي يقعد تاريخها لسنة كذا، يبقى date back to، date back to. get balanced back يستعيد توازنه، والله اللعيب ده بدأ إن هو get balanced back، balanced back، get balanced back بدأ يستعيد توازنه. تعالوا نشوف المجموعة كمان دي. اوكي fall in love أو في الماضي بتاعها ما تفرقش، معناها يقع في الحب، fall in love، fall in love. pros and cons مزايا وعيوب from now on من الآن وصاعدا، من الآن وصاعدا from now on. keep the same pace خليك على نفس الوتيرة، على نفس الحاجة. keep خليك يعني ابقى على نفس الوتيرة، خليك مش عارفة شيء. take for granted، granted هنا يعني هو خده كأمر مسلم به، خده كأمر مسلم به اسمها take for granted. that's your lot ده نصيبك، that's your lot ده نصيبك. hold your horse دي معناها اصبر واستنى، اصبر كده واستنى. hold your horse. butterflies in my stomach قلنا عصافير بطني مستوصف، او معناها ان انت hungry. follow a code of behavior يعني معناها ان انت بتتبع قانونا سلوكيا، انا ماشي بطريقه سلوكيه، فكلمه القوانين بتاخد اكود، follow a code او follow the law، يبقى follow a code of behavior قانون سلوكي، قانون سلوكي احنا ماشيين عليه، نظام سلوكي. bring TV back to the life يبقى انا كان حاجه بايظه وشغلتها، يعيدها للتشغيل، بدا يشغلها تاني ما كانتش شغاله. لو حطيت هنا انسان يعني bring me back to the life يعني يرجعني الحياه، يعيدني للحياه مره وخلاني اعيش من تاني. bring me back to the life رجعني للحياه، يبقى bring back to the life. follow a code of behavior. have a bear in my stomach. hold a horse. that is your lot. وكل الكلمات اللي اخدناها دي من الاكسبريشنز المهمه اللي هتجيلكم باذن الله، واحده منهم اتليست ممكن تجينا في الامتحان. تعالوا بعد كده نشوف الاكسبريشنز اللي اخدها حروف الجر، دي كان اسمها جيماتكس حروف الجر. تعالوا نشوف مع بعض حروف الجر، يلا بينا. عندنا اول كلمه after all، على اي حال. after all يعني على اي حال، مهما كانت الحاجه على اي حال يعني after all. all in all احنا هناخد هنا كلمه all اهي زي ما شايفين في كلمه after all على اي حال. all in all يعني معناها in general يعني عموما في الاجمال. على فكره زي ما بقول لك كده بشكل عام، بشكل عام اسمها all in all، all in all او in general الاثنين فيهم ان. كمان يا ريت تاخد in trouble يعني في مشكله، in trouble يا حضرتك انا واقع في مشكله، I'm in trouble، I'm in trouble يعني في مشكله. بصوا بقى في حاجه اسمها لما اقول لحد مثلا ما عندكش القلم ده الماركر ده ما بيجيش منه لون اسود او لون ازرق، ده لونه اسود بقول لك مش منه ازرق، فاقول لك هنا does it come in واللون. اذا انت كمان بجيبها قبل اللون مع الفيرب come، يعني في منه اللون الازرق، طب في منه اللون الاخضر زي مثلا اللون ده يبقى coming green، coming green. خلي بالكم معناها ان بتيجي كمان مع الالوان قبل اللون. لما مثلا لو انا عايز اشتري الحاجه بلون معين وبتيجي قبل trouble مشكله. increase in يعني زياده في المبيعات، يبقى قبل المبيعات انا باخد in، قبل المبيعات انا باخد in particular بالتحديد، يبقى particular بتاخد in. الطول والعرض length width بياخدوا in width in length. كمان بالفخر دي in honor of، in honor of يعني شرفا
يعني ايه بقى in a fit؟ لك معناها في نوبة غضب، في نوبة غضب. يبقى in a fit of anger يعني معناها في نوبة غضب. اوكي in a fit of anger دي مهمة جدا. in danger يعني في خطر، معرض للخطر. خلاص يبقى danger بتاخد برضو in. كمان لما اقول لك in the event of بتساوي بالظبط in the case of، يعني معناها في حالة كذا. يبقى في حالة اسمها in the event of أو in the case of. يبقى in event of و case of بياخدوا in debt يعني معناها شخص مديون، يعني مديون يعني هقول لك أمين debt يعني عندي ديون. اوكي in truth يعني في الحقيقة، في الواقع، يعني دي الحقيقة، في الحقيقة in fact. يبقى in truth. intern خلي بالكم من intern و in return عشان ارتبط بيها. intern يعني بتدور زي take turns. in return لا، in return دي معناها انها في المقابل، يعني في المقابل ايه؟ in return يعني هنا مش turn، لا ده return معناها on بتيجي مع ايه؟ قال لك on بتيجي مع balance، معناها بعد تفكير مريرا واخذنا في الاعتبارات كل حاجه، فكرنا واخذنا في الاعتبارات on balance. بقول لك بعد التفكير والاخذ بالاعتبار on balance، خلي بالكم on بتاخد balance، ولو جبنا balance يبقى خد on balance يعني بعدها بعد التفكير والاخذ بالاعتبار هنعمل كذا كذا كذا. كمان big scale يعني نطاق واسع بياخد معاها on اللي احنا كنا بنعملها on. كمان display العرض بياخد معاها on، يبقى on display في العرض. كمان the whole بتاخد on ومعناها على العموم، يعني على العموم، على العموم هنعمل كذا او بشكل عام برضه، يعني بتبقى شويه all شبيهه بقول بس لا، بس هي دي كانت على العموم والتاني معناها عموما او على الاجمال عموما، تقريبا نفس المعنى على العموم عموما on the whole وهنا all in all in general، بس الثانيه معناها اكتر عموما لكن دي على العموم. from now on يعني من هنا وصاعدا. from then on يعني من ساعتها، من ساعتها. يبقى خلي بالكم from now اخذت on، from then اللي هي زمان، يبقى من ساعتها برضه تاخد on اللي هي on. فاكرين الباراجراف او الاساي او الباراجراف اللي بيجي فيه مزايا وعيوب pros and cons؟ قال لك بياخد ايه؟ on one hand و on the other hand. يبقى one hand و other hand بتاخد on one hand و on the other hand، من جهه ومن جهه اخرى. تعالوا نخش بعد اللي بعده. This surprise me لدهشتي. لو شفتوا يا جماعه surprise me خدوا لها حرف الجر to. لو اتلاقيتوا to يبقى اخد surprise me لدهشتي. ولدهشتي عملت كذا كذا. To surprise me I told him that. من دهشتي انا قلت له كذا. كمان ناخد sense of. sense بتيجي مع of ولكن بتغير المعنى. sense of identity يعني معناها الشعور بالهويه، حاسه ان انا عندي هويتي، كياني. right؟ اللي بعدها sense of humor، لا ده معناها المعنى اختلف بقى هنا. sense of لو جماعه humor يبقى معناه عنده روح دعابه، فبياخد معاها have او has. he has a sense of humor، عنده روح دعابه، دمه خفيف. كلمة typical بيجي معاها of وده معناها نموذجي ليه؟ نموذجي typical of كذا، نموذج لكذا، كأنه شبه ده same. خلي بالكم من كلمة as بتيجي مع مين؟ مع classified يعني يصنف ك، و qualified مؤهل ك. يبقى classified as qualified as مصنف ليه كذا أو مؤهل ليه كذا، مهمين. by chance يعني بالصدفة، والله عملته بالصدفة، قلتها بالصدفة. find by chance تساوي كلمة come across. for a while يعني معناها الفترة. يبقى خلي بالك for بتاخد a while، for a while. كمان نقول إن apart from لو ال A لازقة في apart يبقى معناها استثناء. exception يعني exception except this. لو ال A جاية بعيدة عن apart يبقى معناها جاية بالإضافة، يعني بتساوي as well as بتساوي and، يعني معناها أيضا. فapart دي اللي بعيدة عنها جاية بالإضافة، بعيدة خالص، معناها أكثر. كلمة add قلنا add اهي بتيجي مع the request of بناء على طلب. at the early age يعني في العصر المبكر أو في العمر المبكر، يعني at the early age. الاثنين دول مهمين أوي. الجزء الأخير
يلا بينا في الجزء الاخير، وده الجزء ده مش حرف جر، الجزء ده بسميه كولوكيشن. يعني ايه كولوكيشنز؟ كولوكيشن زي اسمك، انا اسمي كذا كذا، بسمه دكتور بسمه الصياد، مش هينفع اخلي ياخد اسم الصياد يروح عند حد تاني، كل واحد ياخد اسمه. في عندك افعال بتاخد تعبيرات معينه زي كلمه keep away from معناها يبعدوا عن، ابعد عنه، ابعد عن الحته دي. keep away from مثلا this area، ابعد عن المنطقه دي. keep in touch، خليك على تواصل، ممكن يجي بعدها with take بقى بيقول لك ايه؟ take pride of، يعني يفتخر بيه، وممكن يجي معاها برضه ايه؟ take pride of يعني يفتخر بيه، او take pride on. فأنا الأكتر هي pride in. خلاص؟ take pride of أو take pride in. take revenge of يعني ينتقم من. take mind of يريح دماغه، يستريح. take the risk يخاطر. take journeys بالدور، كل واحد يخش بالدور، ياخدها بالدور. look بتيجي مع مين؟ look into possibility يعني ينظر او يطلع اللي هيبص في الامكانيات. look into other way هيبص على الطرق اخرى. كلمه relieving of the possibilities يعني نفسها بتساوي look into the possibilities. look for excuses يعني بيحاول يطلع باعذار، فهو بيدور على اعذار. look for excuses، look for بيدور على اعذار. look for excuses. look into other way، look into كانه كده بيدور، بيبص على الامكانيات، على طرق اخرى. طيب tell معناها truth يعني يقول الحقيقه، خدنا in truth يعني في الحقيقه، لا كده truth برضه معناها يقول الحقيقه، وin truth كنا خدناها برضه مع حرف الجر. hold أو held the conference، هي بتيجي مع حاجات بنعمل فيها اجتماعات أو مؤتمرات. hold conference هيعمل اجتماع، يعقد اجتماع. hold أو held the meeting يعني يعقد الاجتماع، وهنا يعقد الكونفرنس. hold the conference يعني يعقد المؤتمر. held أو hold the meeting يعني يعقد الاجتماع. بريك بقى تيجي مع مين؟ لما نيجي نعمل كسر القوانين والقواعد والثقة، قالك بريك بتيجي مع الله القانون، أو بتيجي مع رولز القواعد، أو بتيجي مع تراست الثقة. بريك ذا تراست كسر الثقة، بريك ذا لا، بريك ذا رولز كسر القواعد. بريك بتيجي مع مين؟ قالك بريك بتيجي طبعا مع الأكل، عارفينها بريك فود عادي والشرب والكلام ده كله. ميك بتيجي مع المشاكل كلها زي ميك ترابلز، أي حاجة سودا والحروب وكله. لكن ميك كمان بتيجي مع ماني فورشن يعني يبني ثروة. بيك بتيجي مع قرارات اسمها ميك اب مايند يعني بيقرر، او ميك ديسيشن يبقى قرار ديسيشن بتيجي مع ميك نوت، ودي مهمه جدا هنعمل عليها نجمه، ودي معناها اهي هنعمل عليها نجمه زي ما قلت، اللي هي معناها يدون، يكتب في ورقه. ميك تشويس يعني يختار، ميك ديفرنس يعمل اختلاف، ميك سيلي ميستيك يعمل خطا سخيف. كان بيقول له